لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أريد أن أتكلم في هذا الفيديو عن أحد الصوفيين المشركين الذي يدعي بأن الجلوس عند ولي الصالح أفضل من عبادة الله والعياذ بالله، بل وعنده أفضل من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا والعياذ بالله. لكن قبل ذلك أريد أن أعقب على موضوع صغير جدا. أحد الجهال جويهل هاجمني ويقول بأنني جاهل ولا أجيد الوضوء، وأتكلم في العلماء، أتكلم في المغيلي وشمس الدين البروبي، هؤلاء المشركان، أنا أسميهم مشركان واخبط رأسك الحيط. هؤلاء المشركان يقول بأنني أتكلم في هؤلاء العلماء، بل ويهاجم علماء السنة، لا تتبعوا أبي كذا وأبي كذا. فهذا جويهل له مستوى ثانية ابتدائي، وأنا أتحدى إن كانت له شهادة مدرسية تاع ثالثة ابتدائي يجيبها له مستوى ثانية ابتدائي، هذا هو مستواه محدود جدا. هذا وقح، يقول بأنني لا أجيد الوضوء، هذا الوقح. أنا أتوضأ كما يتوضأ علماء السنة، ولا أتوضأ كما يتوضأ المغيلي وشمس الدين البروبي. لذلك تراه أنت تتوضأ مثل شمس الدين البروبي والمغيلي، العلماء عندك طبعا. هذا جويهل كما قيل: كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل أني جاهل. فهو عجب أن يدعي الفضل ناقص، مستوى الثانية ابتدائي، وهو أسف أن يظهر النقص فاضل. أنا أجابه هؤلاء الرؤوس، فالتفت لك أنت الذيل، التفت إلى الذيل، لا يمكن. مع أهل العزم تأتي العزائم، ومع الكرام تأتي المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها. مستوى الثانية ابتدائي، يرى شمس الدين البروبي شمس الدين المغيلي علماء. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. هؤلاء المشركان، خبط راسك الهيد. نسأل الله العافية والسلام. من عاش لله لا من عاش مضطربا، في فرش الهوى ذلا وإدعانا. من عاش لله لا من عاش مضطربا، في فرش الهوى ذلا وإدعانا. من دعا إلى السنة لا من دعا إلى البدعة، شتان بينهما يا قومنا شتانا. من دافع عن العلماء لا من دافع عن الجهلاء، شتان بينهما يا قومنا شتانا. أيها الإخوة الكرام، شاهدوا العلماء اللي يتكلم فيهم، علماء لما تسوى يقبر ادعي ربي وادعي لهذاك الميت، فهو بحاجة إلى دعائك. ويجوز لك أن تتوسلي به إلى الله، ويجوز لك أن تتوسلي به إلى الله، ويجوز لك أن تتوسلي به. فهو مشرك. من قال يا شيخ عبد القادر فهو مشرك. أنا نقولها يا شيخ عبد القادر، نقولها في السجود. هذا هم العلماء اللي أنا أواجههم وهم مشركان. وهذا الجويهل أيضا، وهذا تبون في حد ذاته عاش حياته كلها الشباب نتاعو. هذا أيضا، هذا أواجه أيضا، هذا خارجي، هذا رأس الخوارج في الجزائر أيضا أواجهه. هذا ليس عالما، بل من رؤوس الخوارج ورأس من رؤوس الجهال. هؤلاء ليسوا علماء، فأنا أواجههم وسأظل. نحن لن نتوقف، نحن نسير أنا أسير على طريق العلماء المسلمين. نحن السلفيين نسير على طريق العلماء المسلمين. الطيب العقبي، أنا على طريق الطيب العقبي ومبارك الميلي والعربي التبسي وابن باديس رحمهم الله. وهؤلاء لما يذكرون ابن باديس مرة أو مرتين أو ثلاثة في العام فقط، ولما يذكر لك ابن باديس يقول وحارب فرنسا. ابن باديس حارب فرنسا وحارب من وطأ لفرنسا. ابن باديس حارب فرنسا وحارب من جعلوا الاستثمار الغاشم الفرنسي يعشعش هنا لأكثر من 130 سنة. ابن باديس حارب شيوخ الطرقية وحارب الصوفية. ابن باديس أرادت الطريقة العلوية أن تقتلهم في قسنطينة ونجاه الله منهم، هذه لا يذكرونها. وحارب فرنسا، ولو كانوا في عهد فرنسا لما قالوها، لو كان جو في عهد فرنسا لما قالوها.
لكن لا يذكرون الصوفيون. ابن باديس حارب الصوفيون، حارب الطرق الصوفية، حارب الطرق التي يعني وطأت لهذا الاستثمار أن يمكث في الجزائر لهذه السنوات العديدة كلها. الذين يعني قاتلوا فرنسا هم الذين تربوا في جمعية العلماء المسلمين، وهم الذين ضد الصوفيون. يعني كانوا يقولون الله أكبر، ما كانوا يقولون يا عبد القادر ويا بلدينيو ولا غيره. وأتحداكم أن تأتوني يعني بالزاوية مثلا البلمهيدية أو الزاوية الحواسية أو العميروشية، لا توجد. هؤلاء يعني أهل التوحيد درسوا يعني منذ الصغر وتربوا في جمعية العلماء المسلمين. وابن باديس حارب الصوفيون على رغم أنوف هؤلاء يعني الجهل الذين يعني يجعلون من شمس الدين البروبي والمغيري علماء. نحن سنظل بإذن الله نسير على هذا الطريق وسنواجههم، حتى يعني 75,000 ضريح يعبد من دون الله في بلدي، وأنت تتكلم لي عن نواقض الوضوء أيها الجويهي. أنا أتكلم عن أركان الإسلام، هناك من يعبد غير الله مع الله. أنا أتكلم عن نواقض الإسلام، وأنت تتكلم لي عن نواقض الوضوء. حتى يعني حملوك الرجال من أجل أن تقدم درس، أنت تتقضى أجر عليه. حملوك حملة حتى خنقت من أجل أن تقدم يعني لهم دروس في التيمم والوضوء طبعا. نسير بإذن الله إلى الفيديو. اسمعوا رحمكم. ذكر الإمام الفقيه الجل سيدي محمد بن الحسين البجالي رحمه الله ورضي عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا سيدي يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وقوفك بين يدي ولي من أولياء الله تعالى قدر حلب شاة أو شي بيضة خير لك من أن تعبد الله حتى تتقطع إربا إربا. والعياذ بالله. عبادة غير الله مع الله هذا الكفر والشرك بالله. يقول الله عز وجل وما في سورة الذاريات الآية 56 أظن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبد الله وليس من أجل أن نشرك به. فهؤلاء جعلوا لله أندادا يعبدونهم من دون الله يعني ويقدسونهم. يعني الله عز وجل ماذا قال لموسى عليه السلام؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده، وأرسل هؤلاء الأنبياء من أجل أن يعلموا الناس التوحيد، ومن أجل أن يعلموا الناس كيف يعبدون الله عز وجل. توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله كأن الله هو الخالق، كالله هو الخالق والرازق والمدبر. وتوحيد الألوهية يعني أن توحد الله بأفعالك بعبادتك من دعاء ونذر وكل العبادة تصرفها لله عز وجل. أن توحد الله يعني توحيد الأسماء والصفات. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، وصفاته كلها علا. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا. يعني ما نسبه الله لنفسه يعني في كتابه أو نسبه له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل. أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن تعبد الله عز وجل يعني وحده، توحده، لا تشرك به شيئا، لا تعبد من دونه لا ولي، ولا تدعو من دونه ولي، ولا تنذر لولي، ولا تذبح إلا لله عز وجل. تعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي يعني يواجه هؤلاء الصوفيون، هؤلاء القبوريون. 75,000 ضريح يعبد من دون الله، ونحن إن شاء الله نحارب هذا الشرك حتى تسقط هذه الأصنام أو نهلك دون ذلك. أن يعني نتوانى عن مجابهة هؤلاء الرؤوس طبعا، أما الأذناب لا يؤبه بهم. الحديث الذي رواه مسلم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء رجل يعني لا يعرفه أحد منا ولا يظهر عليه أثر السفر، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فوضع ركبته عند ركبته ووضع يديه على فخذيه. قال: علمني. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تؤتي الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا، عمر رضي الله عنه يقول: عجبنا، يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وليس يعني الوقوف عند هؤلاء الأولياء كما تدعون، هؤلاء المشركون. تقفون عند المشركين وليس عند الأولياء. فالذي يقبل منكم هذا الكلام هو مشرك وليس يعني بولي. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. ثم قال: متى الساعة؟ ما المسؤول عنها يعلم من سائل، إلى آخر الحديث. يعني عبادة الله عز وجل وحده، ولا تشرك به شيئا، ولا تتبعوا يا أيها يعني هؤلاء الصوفيين، لا تتبعونهم، لا تتبعوا هؤلاء الرؤوس فيقذفونكم في جهنم قذفا. لا تتبعوا رؤوس الصوفيون المشركون الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله مع الله. اعبدوا الله عز وجل وحده، وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة قال: يا فاطمة ابنتي، كان يحب ابنته، يا فاطمة ابنتي خذي من مالي ما شئت، خذي من مالي ما شئت، سليني منه ما شئت، لا أغني من الله شيئا. اعملي يا فاطمة ابنتي، اعملي، لا أغني لك من الله شيئا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بهؤلاء؟ يعني لا أحد يغني عن أحد شيئا. وحدوا الله واعبدوا الله وحده، ولا تسمعوا لهؤلاء يعني المشركون، ولا تسمعوا للأئمة المضلون الذين يعني يقذفون علماء السنة. فأنا أصرح بها، واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه. أنا سلفي، ألا فليعلم القاصي والداني إني سلفي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، أتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ألا فليعلم القاصي والداني إني سلفي وهابي، يعني مدخلي رسلاني فوزاني فركوسي باديسي، إني سلفي. لما عجبوش الحال يخبط رسوله. وسأجابه هؤلاء المشركون إن شاء الله حتى نقضي على الشرك في الجزائر وهذه الأضرحة إن شاء الله. ونحن يعني ندعو الله عز وجل أن يهدينا ويهدي ولاة أمورنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على المسؤولية، ونحن معهم. هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الخروج من المظاهرات، السلفية لا يخرجون في المظاهرات، وعلماء السلفية يقولون لنا: اتبعوا ولي أمركم في الجهاد، إن أعلن ولي الأمر الجهاد سنقف معه ونجاهد في سبيل الله، وسنكون في الصفوف الأمامية مع جيشنا ومع قيادتنا. لكن لا نخرج عليهم ولا نذهب من تلقاء أنفسنا. المظاهرات لا تأتي إلا بالشر. نحن نتبع يعني منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نتبع هؤلاء المشركين بالله. ونحن نحارب يعني علماء السوء وعلماء الخوارج مثل علي بن الحاج الخارجي وغيره. هؤلاء نحن نحاربهم ونحارب المشركين، وسنظل بإذن الله تعالى. أما يعني الذباب فلا يهمنا يعني ولا نسمع به، وأمثال يعني هذا يعني لا يؤبه به، لا شيء يخشى منه. مستوى يعني المتدني لا تخشى منه. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.